بص اولا يعني احنا يعني في روابط تاريخيه، ويمكن على مدار التاريخ العريض بين الشقيقتين العزيزتين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه في روابط كثيره تجمعنا. طبعا الملف الثقافي والفني ملف وطيد وقريب الصله، خاصه في ظل الانفتاح الكبير اللي بتعيشه المملكه العربيه السعوديه. يمكن احنا من سنين كتيره جدا فكرنا ان احنا يعني ان احنا نكرم مجموعه من قامات الفن في المملكه العربيه السعوديه، كان منهم دكتور سامي الجمعان، كان منهم عبد الاله السناني اللي هو النهارده عضو لجنه تحكيم في مهرجان القاهره للمسرح التجريبي. والله الحمد لله يا محمد، دي شهاده انا اعتز بيها جدا منك ومن كل الساده الزملاء الاعلاميين والمهتمين كمان بالملف الثقافي والملف الفني، وان شاء الله نقدر نقدم حاجه تليق دايما باسم جمهوريه مصر العربيه. امتى نشهد تعاون ما بين مازن الغرباوي والشباب السعودي؟ يعني هو كلهم يسمعوا عنك ويسمع ان انت يعني بعد فتره بسيطه ممكن في مهرجان شرم الشيخ، ايه ممكن نقدمه للشباب السعودي هو قاعد يتفرج علينا نقول له تعالى؟ احنا قدمنا يمكن لناس كتيره جدا في الطايف، في الرياض، في ابها، في جده، يمكن احنا كنا محظوظين ان الدوره اللي فاتت استضفنا يمكن حوالي اكتر من 32 ولد وبنت من مناطق مختلفه من المملكه العربيه السعوديه بالتعاون مع امبسي اكاديمي، وقدمنا لهم ورش. كان سكوت روست مدير معهد مايزنر في LA في هوليوود، واستاذ خالد جلال، ومجموعه كبيره جدا من القامات الفنيه. فاحنا عاملين برضو هذا الامتداد ولنا السبق فيه والحمد لله، وفي دعم كبير جدا لفرق من شباب سعودي شاركوا وخدوا جوائز، منهم كميل العلي ومنهم مجموعه كبيره جدا من اسماء النهارده، يعني عاملين حاله جميله جدا مستقبل المسرح السعودي. عاوزين حاجه في الدوره بقى الجايه في مهرجان شرم الشيخ ونوجهها للجمهور السعودي، يعني مفاجاه للجمهور ان شاء الله، حتى نختار حد من الفنانين الكبار يكون معانا، اكيد طبعا هيبقى موجود طبعا. كل اللي انا اقدر اقوله انه هيبقى فيه مكرم نجم مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، وكلمه السر هو طبعا من المملكه العربيه السعوديه، وكلمه السر انه كان مرشح السنه دي ياخد جائزه مهمه جدا في كان. هو هيبقى احد المكرمين في الدوره التاسعه بعد موافقه اللجنه العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، دوره استاذ جلال الشرقاوي، انه يتم تكريم الاستاذ الفنان القيمه والقامه اللي هيعرفه الجمهور بعد الفزوره دي. لسه ما اعلناش. لا طب احنا هنعملها فزوره، واللي يكسب من الجمهور عاوزين يكونوا مثلا لو هتعملوها واللي هيكسب من الجمهور ممكن نوفر له ان هو يحضر الافتتاح وفور فري، ومعاه مثلا ليله على حساب المهرجان، هديه من مصر لكل الشباب السعودي. يعني كده اللي هيقدر يتنبأ من الجمهور السعودي مين هو النجم هيقدر يكون متواجد في حفل الافتتاح، وكمان معاه ليله اضافيه بالظبط كده. على عهده رئيس المهرجان كمان.